وقال وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. حطة هذه هي خبر لمبتدأ محذوف، وتقديره مسألتنا حطة، مطلوبنا حطة، دعوتنا حطة، مرادنا حطة. قولوا حطة، قولوا حطة يعني نسألك، نريد منك يا الله أن تحط عنا خطايانا. وعدوا إذا فعلوا ذلك بماذا؟ إذا دخلوا سجدا وقالوا حطة وهم يدخلون، وعدوا بغفران الذنوب وزيادة الحسنات. غفران الذنوب وزيادة الحسنات. قال نغفر لكم. نغفر أي إذا فعلتم ما أمرتم به، إذا فعلتم ما أمرتم به. قولوا ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم. نغفر هنا واقعة في جواب الشرط، فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط. فنغفر لكم خطاياكم. الخطايا الذنوب، وغفرانها بسترها والتجاوز عنها. نغفر لكم خطاياكم. في قراءة عشرية تغفر لكم خطاياكم. قولوا حطة تغفر لكم خطاياكم. ويكتب أحيانا في تفسير هذه اللفظة يقولون تغفر مبني للمجهول، وهذا كلام باطل، لا يجوز، لا يجوز أن يقال مبني للمجهول. وعموما يعني هذه الصيغة في البناء عموما في إطلاقات الناس، بعيدا عن مثل هذا الموضع الذي يتعلق بمقام الرب عز وجل، هذا البناء الذي هو بناء لما لم يسمى فاعله، هل أغراض الناس من يبني هذا البناء هل غرضه أنه يجهل الفاعل؟ الآن مثلا لما شخص يعني يضرب آخر ويريد إنسان أن يستر عليه، يخبر بالضرب الذي حصل ولا يفصح عن المضروب، ليس عن جهالة به، ماذا يصنع؟ يقول ضرب فلان، هو يعرف ما ليس مجهولا عنده الضارب. أو مثلا كسر طفل كأسا ويسأل رب البيت من كسره حتى يشدد عليه ويعنف، فيقولون كسر، هم يعرفونه. فهناك أغراض للبناء لما لم يسمى فاعله كثيرة جدا، ليست كلها عن جهل. نعم قد يكون يقول الإنسان فعل كذا لجهله بمن فعله في حالات، لكن هناك حالات كثيرة لهذا البناء لا يكون عن جهل بفاعل الذي لم يسمى. لكن المقام هنا مقام أيضا عظيم جدا، مقام أدب مع الله سبحانه وتعالى. فلما يأتي إلى تغفر لكم يقول فعل مضارع مبني للمجهول، أي كلام هذا؟ تغفر لكم يقول فعل مضارع مبني للمجهول، أيليق في باب الأدب في أعظم المعارف وأجل المعلومات أن يقال مبني للمجهول؟ والمقصود المجهول الرب، هذا المقصود به. يقول القائل لا نحن نقصد الإعراب، يقال حتى في الإعراب لابد من الأدب في اللفظ، لابد من الأدب في اللفظ مع رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا قال إذا ماذا نقول؟ يقال قل كما كان يقول العلماء المتقدمين، كانوا يقولون مبني لما لم يسمى فاعله، مبني لما لم يسمى فاعله، لم يذكر فاعله، كلمة لطيفة وجميلة ومحققة المقصود. وهذه المبني المجهول هذه إنما جاءت عند المتأخرين من النحاة، عند المتقدمين ما كانت هذه اللفظة مستعملة. فهذا أمر ينتبه له. مثلها أيضا في إعراب خلق الإنسان ضعيفا، يعربون الإنسان نائب فاعل، الإنسان نائب فاعل، أيضا هذا نفس الخطأ في مقام مراعاة الأدب مع الله. نائب فاعل، الفعل ما هو؟ الخلق، والإنسان ما هو؟ نائب فاعل في ماذا؟ في الخلق. يقول نحن لا نقصد ذلك،
يقال لو كنت تقصد ذلك فالأمر من أشد العظائم، لكن الكلام الآن في من لا يقصد ذلك يقال له لا بد من مراعاة الألفاظ الصحيحة السليمة في مقام الأدب مع الله سبحانه وتعالى. قال وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم تغفر لكم خطاياكم يغفر لكم أيضا خطاياكم وسنزيد المحسنين. جمع لهم بين أمرين إن فعلوا ما أمروا به جمع لهم بين أمرين: غفران الذنوب وزيادة ماذا؟ الحسنات، وزيادة الحسنات. نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين.